تاريخ تراث. صالة المغطاة، صالة حنف بسطان، هي اسمها كان حنف بسطان لكن اسمها صالة نادي الزمالك. ما اتبنتش وما اتبنتش. يعني الله يرحمه المهندس حسن ابو الفتوح في اول اجتماع جاب اللعيبه وقال لهم يا اولاد اقول لكم سر، انا اهلاوي. حسن ابو الفتوح قال انا اهلاوي. ما فعله حسن ابو الفتوح الاهلاوي لم يفعله نادي الزمالك في تاريخه من الزملكاويه الا اتنين: عبد اللطيف ابو رجيله اللي بنى هذا المكان، وحسن عامر اللي خد الارض بتاع حمام السباحه، وحسن ابو الفتوح. والباقي ما يختلفوش عن وكابتن زموره، كابتن محمود محمد حسن حلمي ما كانش معاه قدر مالي. محمد حسن حلمي فكر وقدرات، وكان هو اللي بيشرف على ده. يوم ما حسن عامر خد الارض اللي هي ال 22 فدان لحمام السباحه، حسن حلمي جاب اللعيبه بتوع الكوره بتوع الفرقه الرياضيه وبيشيلوا الطوب يودوه ويبنوا السور عشان ياخدوا يمتلكوا الارض، بنوا السور ما شاء الله. لا 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 حسن حلمي كان راجل، كان سكرتير عام النادي، كان عنده مجزر وسكرتير عام. وبعدين كده جه بالتعيين رئيس النادي، ثم جاء بالانتخاب. فراجل كانت قدراته الماليه ده ما كانش يا عيني الله يرحمه مات ما كانش عنده عربيه، لكن كان بيعشق نادي الزمالك. كان بيجي في تاكسي او حد من الاعضاء بيروح يجيبه ويروحوا اخر نهار يقعد. دي الناس اللي حبت نادي الزمالك بلا مقابل بالظبط كده. واللي بيحصل دلوقتي، لكن اللي خدموا وعملوا اكتر واحد عمل لنادي الزمالك هم الثلاثه. حسن بتاع ده عبد اللطيف ابو رجيله اللي خد الارض دي، هو كان الزمالك مطرح مسرح البالون. عبد اللطيف ابو رجيله خد الارض دي وهو اللي بناها. كان عنده شركه خطوط القاهره ابو رجيله، هيئه النقل العام دي كانت بتاعته قبل ما يتأمم. التأميم اللي جه دمر مصر، يعني أسوأ ما فعل بتاريخ مصر تأميم، ده نكبه مصر التأميم. فعبد اللطيف ابو رجيله. وبعدين جه حسن عامر كان اخوه المشير عبد الحكيم عامر وخد الجزء بتاع حمام السباحه. جه بعد كده ثالثهم حسن ابو الفتوح عمل نادي الزمالك اللي في مرسى مطروح. كل الانديه الاهلي وكله واعترف ان هو اهلاوي وقال ان هو اهلاوي، وعمل صالات مغطاه وعمل ملاعب عمل ما لم يفعله غيره. التانيين اللي بتشدقوا انهم زملكاويه وهم اسوأ من تولوا رئاسه نادي الزمالك او دخلوا مجلس اداره نادي الزمالك في تاريخه. طيب عايز جمله واحده قبل ما نروح لفاصل. من رئيس الزمالك القادم؟